يا جماعة، اللي صار بهالليلة قلب حياتي فوق تحت، ومن عقبها ما عاد صار شي مثل قبل. بعد ما خلص كل شي قعدت شوي أحاول أستوعب اللي صار. كنت أحس إن الدنيا كلها تدور فيني، لكن مع هذا تماسكت. قمت بهدوء، لبست عبايتي ونزلت من الغرفة بدون ما ألتفت وراي. ولما وصلت تحت شفتهم واقفين عند الاستقبال يطالعوني ويضحكون، كأن اللي صار ما يعني لهم شي. ما وقفت عندهم ولا حتى أعطيتهم فرصة أشوف ملامحهم زين. فتحت الباب وطلعت للشارع مباشرة، ولأول مرة بحياتي كنت أمشي بالليل وأنا ما أخاف، لا من ظلمة ولا من وحدة ولا حتى من الناس. كنت أمشي وكأني فقدت الإحساس بكل شيء حولي. الشارع كان هادي والهواء بارد، وأنا غارقة بأفكاري أراجع كل اللي صار لي، من أول خطوة غلط خطيتي، من أول قرار تهورت فيه، إلى أن وصلت لهذه اللحظة. وقفت وأشرت لسيارتي أجرة، ووقف لي السائق، ركبت وأعطيته عنوان صديقتي في صنعاء. طول الطريق كان الصمت مالي المكان. لين التفت لي من خلال المرايا وقال: معك أجرة الطريق؟ رفعت عيني له بهدوء وقلت: أي، معي، بس وصلني بسرعة، الله لا يهينك. كملنا الطريق، وأنا كل دقيقة أحس إني أبتعد أكثر عن حياة، وأقرب لحياة ثانية ما أعرف شنو مخبية بيلي. أنا اسمي ريم، وهذه الليلة كان المفروض تكون أجمل ليلة بحياتي، ليلة زواجي من ياسر. الفرح خلص والناس رجعت بيوتها، وصلنا بيتنا الجديد. كل شي كان مرتب، والكل كان يتمنى لنا بداية سعيدة. لكن كان في سر شايلته بقلبي من سنين، وكنت عارفة إن لازم أقوله الليلة قبل ما نبدأ حياتنا مع بعض. التفت له وأنا أجمع شجاعتي وقلت: ياسر، في موضوع لازم تعرفه قبل أي شي. ابتسم وهو يضحك وقال: الحين؟ بهالوقت؟ يا ريم، هذه ليلتنا، خلينا نفرح أول. هزيت راسي وقلت بإصرار: لا، لازم تسمعه الحين، وبعدها أنت تقرر إذا تبي تكمل معي أو لا. تغيرت ملامحه وقعد قدامي وهو يقول: خير إن شاء الله، تكلمي. أخذت نفس عميق وحسيت إن الكلمات ثقيلة، لكن لازم تطلع. قلت له: قبل 3 سنين كنت مرتبطة بشخص كان يشتغل معي، كنا ناويين نتزوج وكل شي كان ماشي بينا بشكل رسمي، لكن القدر كان له رأي ثاني. توفى قبل ما تكتمل الأمور وتركني أواجه الدنيا بروحي. وسكت للحظة، لأن اللي كنت بقوله عقبها كان كفيل إنه يغير كل شي بيننا. ومن عقب وفاة ذاك الرجل تقدموا لي ناس وايد، كل فترة يطق الباب واحد، كلهم فيهم الخير والستر، لكني كنت أرفض بدون ما أعطي سبب واضح. لا لأني متكبرة ولا لأني ما أبي أتزوج، لكن لأن داخلي كان مليان خوف، خوف ما كنت أقدر أبوح فيه لأحد. أهلي استغربوا، كانوا يشوفون البنات يفرحون إذا جاهم نصيب، وأنا كل ما جاء خاطب ألقى ألف عذر وعذر عشان أرفض. لين أنت جيت. يوم تقدمت لي حسيت إن كل الأبواب انقفلت بوجهي، ما عاد عندي حجة أقنع فيها أهلي ولا سبب أقدر أختبئ وراه. وافقت، لكني كنت ناوية بالبداية إني أخليك تبتعد عني بنفسك. كنت أقول في نفسي: إذا عرف حقيقتي أكيد هو اللي بيرفض، وبهالطريقة ما أكون أنا السبب. لكن اللي ما حسبت حسابه إني مع الأيام تعلقت فيك، عرفتك أكثر، وشفت فيك إنسان مختلف، رجل فيه طيبة وفيه احترام وفيه قلب كبير. ومع الوقت لقيت نفسي أحبك حب صادق، حب خلاني أتمنى إنك تكون آخر شخص في حياتي. كم مرة حاولت أفتح الموضوع معك، كم مرة وصلت الكلمات عند طرف لساني، لكن الخوف كان يغلبني. كنت أخاف من اللحظة اللي ممكن أشوف فيها نظرتك تتغير، أو أسمع منك كلمة تنهي كل شي بيننا. حتى إني فكرت أسوي شي يخلي السر يظل مدفون، لكني تراجعت. قلت بيني وبين نفسي: ما يصير أصلح خطأ بخطأ أكبر. إذا كانت حياتنا بتبدأ لازم تبدأ على الصدق مهما كان الثمن. نظرت له وقلت بصوت يرتجف: الحين أنت عرفت كل شيء، والقرار قرارك. إذا شفت إنك ما تقدر تكمل هذا حقك، بس أرجوك لا تفضحني ولا تكسر أهلي بسببي. وإذا قررت تبتعد
خل الأمر يكون بيننا بهدوء واحترام. سكتت، وكان الصمت اللي ملأ المكان أثقل من أي كلام. ياسر كان جالس يطالعني، كأن الكلام اللي سمعه أكبر من إنه يستوعبه في لحظتها. ملامحه تغيرت ونظراته صارت حادة، وكأن كل صورة رسمها عني انهارت فجأة. وقف من مكانه ببطء ولف ظهره لي للحظات. كنت أراقبه وقلبي يدق بقوة. كنت أدري إن اللي بيقوله عبها بيحدد مصير حياتي كلها. التفت ناحيتي وعلامات الغضب واضحة على وجهه. قال بصوت مرتفع مليان صدمة وخيبة: ليش خبيتي عني كل هالوقت؟ ليش تركتيني أعرف بهالطريقة وفي هاللحظة؟ حاولت أشرح، حاولت أوصل له حجم خوفي وترددي، لكنه كان في حالة غضب ما تسمح له يسمع أو يفكر بهدوء. فتح الباب وطلع مسرعة، وأنا لحقت به وأنا أناديه، أحاول أهديه قبل ما يتخذ قرار يندم عليه، لكنه كان مصر يروح مباشرة لبيت أهلي. وصلنا هناك وكانت الساعة متأخرة والشارع شبه فاضي. وقف عند الباب وصوته كان عاليا بشكل أقلق الجيران. نادى والدي فطلع يطالع من الشرفة باستغراب، وما إن شافنا حتى نزل بسرعة. أول ما وصل وقف بيننا وهو يسأل بقلق: وش صاير؟ شو فيكم؟ ياسر كان في قمة انفعاله. نظر لوالدي وقال بصوت متوتر: في أمور كبيرة كانت مخفية عني وكان لازم أعرفها قبل هالليلة. ساد صمت ثقيل. والدي التفت لي وكانت نظراته مليانة خوف وتساؤلات، وأنا واقفة ما أقدر أنطق بكلمة، عارفة إن الليلة هذه بتغير كل شيء. الكلمات اللي قالها ياسر نزلت على المكان مثل الصاعقة. الشارع كله سكت للحظة، وبعدها بدأت الهمسات تعلو من كل جهة. الناس طلعت من بيوتها وبعضهم وقف في الشرفات وكل العيون صارت علينا. والدي كان ماسكني من ذراعي، لكن ما إن استوعب الكلام اللي سمعه حتى ارتخت يده فجأة. تراجع خطوة وكأن الأرض انسحبت من تحت رجوله. كان يطالع الوجوه اللي حوله والنظرات اللي امتلأت فضولا وصدمة. حاول يتكلم لكن الكلمات خانته، وفجأة سقط على الأرض. صرخت وأنا أركض نحوه والناس تجمع بسرعة. حملوه وأنا بجانبه أبكي وأنادي عليه، لكن حالته كانت تتدهور بشكل مخيف. نقلونا للمستشفى على وجه السرعة، وأنا بين الخوف والذهول أدعو الله إنه يقوم بالسلامة. لكن القدر كان أسرع من دعائي. قبل ما نوصل فارق والدي الحياة. في تلك اللحظة شعرت إن جزءا مني انكسر إلى الأبد. ما كان مجرد فقدان أب، كان فقدان السند والأمان والبيت اللي كنت أرجع له مهما ضاقت بي الدنيا. بقيت يومين في المستشفى تحت الملاحظة. كنت أعيش بين الصدمة والحزن وما كنت مستوعبة كل اللي صار. وبعد يومين دخلت علي أمي. كانت ملامحها مختلفة، وجهها يحمل وجعا كبيرا وغضبا أكبر. ووقفت عند باب الغرفة ونظرت لي طويلا قبل ما تقول بصوت بارد: أبوك راح وقلبه انكسر قبل ما يروح، واللي صار كسرنا كلنا. حاولت أتكلم لكن ما قدرت. كملت وهي تحبس دموعها: من اليوم لازم تعتمدين على نفسك، أنا الحين ما أقدر أتحمل أكثر من اللي صار. ثم استدارت وخرجت، تاركت خلفها فراغا هائلا وكلمات أثقل من الجبال. بعد أيام خرجت من المستشفى. إحدى الممرضات، الله يجزاها خير، ساعدتني وقدمت لي ملابس بعدما شافت حالتي. كنت واقفة خارج المستشفى أحمل كيسا صغيرة ولا أعرف إلى أين أذهب. لا بيت أرجع له ولا أحد ألجأ إليه. وبينما كنت أفكر تذكرت صديقة قديمة من أيام الجامعة اسمها سمر. كانت من تعز وكانت تملك شقة في صنعاء تسكن فيها أيام الدراسة. بحثت عن رقمها حتى حصلت عليه واتصلت بها. ما إن سمعت صوتي حتى رحبت بي، لكني لم أستطع إخفاء انكساري. أخبرتها أنني بحاجة لمكان أبقى فيه لبضعة أيام وأني وحيدة تماما. قالت لي فورا: لا تشيلين هم، افتحوا الشقة عند الحارس، خذيه وارتاحي وأنا بوصل بكرة. ذهبت إلى العمارة وأعطاني الحارس المفتاح.
كانت نظراته طويلة ومريبة بعض الشيء، لكنه لم يقل شيئا. صعدت إلى الشقة، وما إن دخلت حتى انهرت من شدة التعب، ونمت لساعات طويلة. في اليوم التالي وصلت سمر. جلست معها ورويت لها كل ما حدث منذ البداية دون أن أخفي شيئا. استمعت لي حتى النهاية، ثم قالت بهدوء: الحين أهم شيء إنك توقفين على رجولك، وأنا عندي فرصة عمل مناسبة لك وتقدر تغير حياتك بالكامل. نظرت إليها بلهفة فأكملت: لكن لازم تكونين قوية وتبدين من جديد، حتى اسمك لازم يكون بداية جديدة. استغربت، لكني كنت في مرحلة أبحث فيها عن أي طوق نجاة. ابتسمت وقالت: من اليوم اسمك في شغلك الجديد بيكون صافي. تأملت الاسم للحظة، ثم هززت رأسي وقلت: ما يهم الاسم، المهم أبدأ من جديد. قلت لها: أنا مستعدة أشتغل بأي شيء، بس أبي أعرف شنو نوع الشغل. طالعتني سمر بنظرة فيها استغراب، وكأنها ما كانت تتوقع وإني للحين ما فهمت قصدها. وبعد لحظة صمت قالت بصراحة: الشغل بسيط، بس مو مناسب لكل أحد. ناس يجون يسهرون، جلسات خاصة، ضيافة وسوالف، وكل واحدة تعرف شلون تتعامل وتكسب. فهمت مقصدها فورا، وقبل لا تكمل وقعت من مكاني وقلت بحزم: لا، هذا الطريق مو طريقي. يمكن أكون مكسورة، لكني مو مستعدة أبيع نفسي لأي ظرف. تركت الشقة وطلعت فورا. رجعت أواجه الشارع من جديد بنفس الأسئلة اللي كانت تطاردني: وين أروح؟ شو أسوي؟ ومنو بيساعدني؟ ما كان معي إلا القليل، لا مال يكفي، ولا مكان آمن، ولا حتى خطة واضحة. لكني كنت مصممة إني أبدأ بداية شريفة مهما كانت صعبة. مشيت ساعات طويلة في شوارع صنعاء أدور على أي فرصة، ومع اقتراب المساء لفت انتباهي محل ملابس في أحد الأسواق الشعبية. دخلت مباشرة وسألت صاحب المحل إذا كان يحتاج موظف. الرجل كان في 50 من عمره تقريبا، ملامحه هادئة ونظرته فاحصة لكنها محترمة. استمع لي وسألني بعض الأسئلة البسيطة، ثم وافق أن أبدأ العمل من نفس اليوم. اشتغلت بكل طاقتي، رتبت البضاعة، ساعدت الزبائن، ونظفت المكان. كنت أريد أن أثبت له أني أستحق هذه الفرصة. مر الوقت بسرعة، ولما اقترب منتصف الليل أغلق المحل أبوابه. التفت إلي صاحب المحل وقال: خلاص يا بنتي، روحي وارتاحي وتعالي بكرة من الصبح. ترددت قليلا، ثم قلت له بصوت منخفض: بصراحة ما عندي مكان أروح له الليلة. نظر إلي بتعاطف واضح وفكر قليلا قبل أن يقول: المحل ما أقدر أخليك تباتين فيه، لكن في نزل قريب وآمن. هذا مبلغ بسيط يكفيك لليلة، وبكرة إن شاء الله تدبرين أمورك. شكرته من قلبي. في تلك اللحظة شعرت أن الدنيا ما زال فيها ناس طيبون. أعطاني عنوان النزل فتوجهت إليه. كان مكانا متواضعا في حي قديم، لكنه بدا مناسبا لقضاء ليلة واحدة فقط. أنهيت إجراءات الدخول وصعدت إلى غرفتي. كنت منهكة جدا، ما إن وضعت رأسي على الوسادة حتى غلبني النوم. لكن تلك الليلة لم تكن هادئة كما توقعت. استيقظت فجأة على أصوات غريبة قرب باب الغرفة. جلست في مكاني وأنا أستمع بانتباه، وقلبي ينبض بسرعة. شعرت أن هناك شيئا غير طبيعي. أدركت في تلك اللحظة أنني كنت وحدي في مكان لا أعرفه، وعلي أن أكون أكثر حذرا. ومنذ تلك الليلة تعلمت درسا قاسيا: ليس كل من يظهر اللطف يكون نقي النية، وليس كل باب نطرقه يكون آمنا. طلعت من ذاك المكان وأنا مو نفس الإنسان اللي دخلته. كنت أمشي بخطوات ثقيلة، لكن داخلي كان ساكت بشكل غريب، كأن كل المشاعر استنزفت دفعة واحدة. نزلت إلى الاستقبال وشفتهم واقفين هناك يتبادلون النظرات وكأن شيئا لم يحدث. ما التفت لهم ولا أعطيتهم أي رد فعل. اكتفيت إني أمشي وأفتح الباب وأطلع إلى الشارع. كانت أول مرة أمشي في الليل بلا خوف. لا كنت أفكر في ظلام في ظلام، ولا في برد، ولا حتى في الناس اللي تمر من حولي.
كنت أمشي وكأني منفصلة عن العالم كله، مجرد جسد يتحرك وعقل غارق في دوامة من الذكريات. كل مشهد مر في حياتي رجع قدام عيني، من أول قرار غير مسار حياتي إلى اللحظة اللي وصلت فيها لهذا الحال. كنت أراجع كل شيء وأسأل نفسي وين ضعت ومتى. وقفت على طرف الشارع وأشرت لسيارة أجرة، ركبت وأعطيت السائق عنوان شقة سمر. في منتصف الطريق التفت السائق لي عبر المرآة وسأل: معاك أجرة المشوار؟ تنهدت وقلت بهدوء: إذا ما تكفي أوصل الأول وبعدين نتفاهم. هز رأسه وكمل الطريق. كنت طوال الرحلة صامتة، أنظر من النافذة وأراقب أضواء المدينة وهي تمر كأنها شريط طويل من الذكريات. وأخيرا وصلنا. نزلت من السيارة ووقفت أمام العمارة. كان الوقت متأخرا، لكن الشقة كانت ما زالت مضاءة. صعدت بسرعة، ولما وصلت إلى الباب سمعت أصوات ناس بالداخل وضحكات مختلطة تدل على وجود جلسة وسهرة. طرقت الباب، وبعد لحظات سمعت صوت سمر من الداخل تقول: منه عند الباب. أخذت نفسا عميقا وقلت بصوت متعب لكنه ثابت: أنا صافي، افتحي. ومرت السنوات، سنة وراء سنة، إلى أن أصبحت شخصا مختلفا تماما. لم أعد تلك الفتاة المكسورة التي كانت تبحث عن مأوى أو فرصة. الحياة غيرتني وصقلتني وعلمتني كيف أقف من جديد حتى لو كان الطريق قاسيا. وبعد 20 عاما من ذلك اليوم كنت أجلس في مكتبي أراجع بعض الأعمال، حين دخلت علي إحدى الموظفات وقالت بحماس: مدام صافي، وصلوا اليوم موظفتين جديدتين، شكلهم محتاجين فرصة وحابين يبدأون شغل من جديد. رفعت رأسي وقلت: خليهم يدخلون. دخلت شابتان وكان واضحا عليهما التردد والخوف. جلستا أمامي وبدأت أتحدث معهما بهدوء، أسألهما عن أسمائهما ومن أين جاءوا وما الذي دفعهما للبحث عن عمل. إحدى الفتاتين كانت شقراء الملامح وعيناها تحملان مزيجا من الخوف والانكسار. بدأت تحكي قصتها بصوت متردد. قالت إنها وثقت بالشخص الخطأ، وإنها غادرت بيت أهلها بعد أن وجدت نفسها وحيدة بلا سند ولا مكان تلجأ إليه. كل كلمة كانت تقولها أعادتني سنوات طويلة إلى الوراء. كنت أسمعها، لكني في الوقت نفسه كنت أرى نفسي فيها، نفس الحيرة، نفس الخوف، ونفس البداية المؤلمة. لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما ذكرت اسم والدها. في تلك اللحظة تجمدت في مكاني. كان الاسم مألوفا بشكل لا يصدق. إنه اسم الرجل الذي كان يوما جزءا من أكثر مرحلة غيرت حياتي، الرجل الذي تسبب بقراراته القاسية في انهيار عالمي آنذاك. جلست أنظر إليها طويلا. يا لها من مفارقة عجيبة. بعد كل هذه السنوات تقف أمامي ابنته، وهي على مفترق طرق يشبه كثيرا الطريق الذي وقفت عنده يوما. كان بإمكاني أن أترك الماضي يقود قراري، كان بإمكاني أن أرى فيها صورة من أخطاء غيرها، لكن الحياة علمتني شيئا مهما: لا أحد يجب أن يدفع ثمن أخطاء الآخرين. أطفأت السيجارة التي كانت بين أصابعي ونظرت إليها بثبات، ثم قلت: اسمعيني زين، من اليوم أنت ما راح تهربين من حياتك ولا تسمحين لأي أحد يحدد مستقبلك. أول الخطوة ترجعين لاسمك الحقيقي وتبدين بداية جديدة تليق فيك. رفعت رأسها وهي تنظر إلي بدهشة، ابتسمت ابتسامة خفيفة وأكملت: وأنا راح أساعدك، لكن بشرط واحد: ما تكررين الأخطاء اللي كسرت الناس قبلك. في تلك اللحظة أدركت أن الحياة لم تضعها في طريق صدفة. أحيانا تمنحنا الأيام فرصة لا للانتقام، بل لإغلاق الجروح بالطريقة الصحيحة.